هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ جماعة انا عندي مشكلة، مش عارفة هل في ناس كتيرة زي كده ولا لا، وهي ان انا دماغي على طول شغالة، دماغي على طول بتفكر. جماعة انا والله العظيم بفكر حتى وانا نايمة وبعدين لما بصحى من النوم بلاقي ان انا مثلا لو انا بفكر في مشكلة وانا نايمة فانا ممكن احلها وانا نايمة. بجد والله انا لما كنت في ثانوية عامة كنت اذاكر وانا صاحية، فخلاص بقى تعبت عايزة انام. لو انا مثلا في مسألة واقفة معايا او حاجة واقفة معايا انا بحل المسألة دي وانا نايمة. ولما دخلت الكلية برضو نفس الكلام، يبقى عندي مثلا امتحان مثلا انا بذاكر بكمل مذاكرة وانا نايمة. فبجد اللي هو ايه ده، هو ايه ده بجد. وبعد بقى ما خلصت الكلية والكلام ده كله، فحاليا بقيت بفكر في حاجات، يعني مش شرط مثلا يكون عندي مشكلة او حاجة او عندي امتحان او عندي اي حاجة عشان دماغي تبقى شغالة على طول وان انا اقعد افكر. لا، انا حاليا الموضوع بقى اتطور معايا جدا، بقيت ان انا مثلا افكر انا هعمل اكل ايه بكرة. انا المهم لازم تبقى دماغي على طول شغالة، نفسي دماغي تعمل نفسي. وحاليا بجد اكتشفت ان فعلا اكبر مرض في العصر والجيل اللي احنا عايشين فيه ده هو الاوفر ثينكينج، ان انت تقعد على طول تفكر، على طول دماغك شغالة. الواحد مننا كده نفسه دماغه كده مفيش حاجة، انا ابقى قاعدة بفكر في لا شيء، في ولا حاجة. واكتشفت بقى كمان ان احنا كبنات الموضوع ده بيبقى زايد عندنا اكتر. الرجالة لا، يعني ممكن مثلا الراجل مراته تبقى قاعدة بتكلمه وبتحكي له حكاية وموضوع كبير جدا، وبعدين في وسط الكلام هو انت كنت تقولي حاجة، فهي تستغرب جدا ايه ده انت معايا، لا هو مش موجود اصلا. لكن احنا كبنات لا، الموضوع زايد عندنا قوي. ففعلا الاوفر ثينكينج ده بجد موضوع صعب جدا ومرهق جدا بجد. بس مؤخرا اكتشفت حل للموضوع ده، وهو ان انا اقعد مع نفسي كده اراقب حركة تنفسي. انا بتنفس ازاي؟ بتنفس قوي ومن جوه كده قوي، وانا بطلع النفس كده بيكون هادي جدا، وساعتها انا بكون مركزة في انا ازاي بتنفس. وبعد كده بقى ابتدي ان انا اذكر ربنا، اقول سبحان الله، الحمد لله يا رب على النفس اللي طالع ده، الحمد لله يا رب في كل نفس طالع. وانا بقول الحمد لله انا مركزة ان انا بحمدك يا رب على ان انا عندي صحة كويسة، انا بحمدك يا رب على ان انا عندي رئتين كويسين، عندي رئتين بيتنفسوا كويس جدا، فالحمد لله يا رب. عندي نعم كتيرة يا رب انت كرمني بيها، فبحمدك عليها. فساعتها بقى انا بطلع من الحتة دي وانا في مود حلو جدا وهادية قوي، وشايفة ان كل حاجة حلوة وان الدنيا ماشية. ودايما بحاول ان انا احط نفسي في حالة الروقان دي، حتى لو انا عندي ابتلاء او اختبار من ربنا بحاول ان انا اخد الابتلاء ده بطريقة اهدى. وفعلا بدأت الامور في حياتي تكون اهدى واسهل، والموضوع بقى سلس، وابتدت فعلا دماغي تهدى بقى شوية. وفي حاجة كمان فرقت معايا جدا مؤخرا، وهي موضوع النية. ان انا اصحى من النوم انا بستحضر نية لليوم بتاع النهاردة. كل يوم بقى ليه عنوان في حياتي، العنوان ده طبعا لازم يكون ايجابي. يعني انا مثلا شخص شعوري جدا، فبالتالي الموضوع ده بيخليني ان انا اتعصب بسرعة جدا. فانا مثلا قررت النهاردة اني مش هتعصب ومش هاخد كل حاجة على مشاعري. انا قمت من النوم، صحيت من النوم، اخدت نية لليوم النهاردة ان انا مش هتعصب. فبالتالي كل ما تحصل حاجة بقى تعصبني، مثلا كلمة زعلتني، اي حاجة تخليني اتعصب، او ان انا اقعد بقى اخد الموضوع على اعصابي وعلى مشاعري، فبالتالي انا بقول لنفسي لا، انت النهاردة اخدتي نية اليوم ان انت مش هتتعصبي. فبالتالي الموضوع ابتدى ان هو يقل معايا وبقيت اهدى كتير. فالنية فعلا بتظبط كل حاجة، وفعلا انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. انتوا عارفين النية دي هي المخ لأي حاجة انت بتعمليها في حياتك. مخ لانك تتمرني، مخ لانك تاكلي،
مخ لانك تشربي، مخ لانك تتجوزي، لأي حاجة في حياتك. النية دي هي اللي بتظبط لك التصرف اللي انت هتعمليه بعدين. سبحان الله، فعلا اول ما بتظبطي النية ان انت تعملي حاجة في حياتك، اول مثلا ما بتظبطي النية ان انت مثلا تقومي تذاكري، فبتلاقي ربنا بيسهل لك كل السبل والطرق ان انت تقومي تذاكري لأي حاجة بقى في حياتك. مثلا يعني بصوا لأبسط الأمثلة، عايزة مثلا تقومي تروقي أوضتك بس مكسلة، مش قادرة أعمل كده دلوقتي، طب بعدين. لأ، انوي، طب أنا إن شاء الله أنا هقوم دلوقتي هروق أوضتي، أنا نويت إن أنا أقوم دلوقتي أروق أوضتي. هتلاقي ربنا وتبقي صادقة في نيتك دي، هتلاقي ربنا بيسهل لك كل السبل والطرق علشان تقومي تروقي اوضتك. هتلاقي نفسك اتشجعتي وقعدتي مع نفسك تقولي ايه ده، لا طب الاوضه مكركبه قوي انا مش هينفع اقعد فيها كده. هتلاقي ربنا قومي، بيقولك قومي، وهتقومي فعلا تعملي كده طالما انت نويتي نيه صادقه. وموضوع النيه ده بجد انا شخصيا فرق معايا جدا في حياتي. يعني بصوا، انا مثلا كنت اعمل حاجات كتيره في حياتي من غير مثلا منوي من جوايا نية ان الحاجة دي انا بعملها لله، نية صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى. كنت ممكن اعمل حاجات كتيرة في حياتي جدا من غير منوي ان انا بعمل الحاجة دي عشانك يا رب، لكن لا، تستحضر النية كده من جواك ان انت بتعمل الحاجة دي لله، انا بعمل الحاجة دي يا رب علشان ارضيك. مع ان انت ممكن انت كده كده هتعملها، او انت كده كده اوريدي بتعملها، ولكن انت قبل ما بتعملها ما بتنويش من جواك ان الحاجة دي انت بتعملها لله. وخد بقى على كده حاجات كتيرة قوي، حتى لو كانت حاجات بسيطة جدا، حاجات انا بعملها يوميا ولكن مش بنوي قبلها. يعني مثلا الام مثلا وهي بتخدم اولادها، هي كده كده اوريدي كل يوم بتقوم تشوف طلباتهم، تحضر لهم اكلهم، هي كل يوم كده كده بتعمل الحاجات دي، ولكن هي مش كل يوم اول ما تصحى من النوم وهي قبل كده ما تحضر الاكل لاولادها فتنوي انا يا رب بعمل الحاجه دي عشان ارضيك، علشان دي يا رب من مسؤولياتي، علشان انت قلت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، علشان تعدد كمان النوايا. لا، ده ممكن الموضوع يختلف جدا لما تنوي، الموضوع يختلف جدا، والموضوع كمان هيبقى حلو وجميل كده وهي بتعمله. مش تبقى مثلا بتعمل كده وهي بقى متضايقه انا كل يوم اقوم من النوم واعمل واروق لا، الموضوع بقى ايه، هيبقى احلى. فممكن كمان يعني الاجر يتضاعف عندها، يعني تاخد اجر اعلى واكتر علشان هي نوت الحاجات دي. ففعلا جربوا موضوع النية ده، بيفرق جدا حتى لو في الحاجات البسيطة اللي احنا كده كده بنعملها، بس انو قبلها. حاجة كمان فرقت معايا جدا، وهي ان انا بقيت اصحى من النوم اقول انا عايشة النهاردة بس، انا عايشة اللحظة دي بس. لان فعلا خلي بالكم احنا محدش فينا يعني متأكد ان هو الثانية اللي جاية دي هو هيعيشها ولا لا. فحاجة جميلة جدا ان انت تعيش اللحظة، لان خلي بالك اللحظة اللي انت عايش فيها دلوقتي دي هي خلاص مش هتيجي تاني. يعني احنا في اوقات كتيرة بنبقى مثلا قاعدين مع حبايبنا كده، بس مش يعني مش عادي، ما هو هيجي غيرها كتير، الاوقات دي هيجي غيرها كتير، اللحظات اللي احنا قاعدينها دي هيجي غيرها كتير. لا، انت مش ضامن ان هو يجي غيرها كتير، انت ممكن الدقيقة الجاية دي متبقاش موجودة اصلا. فبالتالي عيش معاهم اللحظة واتبسط بيها عشان انت مش ضامن. وكمان في حاجة حلوة قوي في موضوع ان انت تعيش اللحظة دي، انا اول ما حسيت ان انا عايشة النهاردة بس، انا عايشة اللحظة دي بس، فبالتالي ما بقتش خايفة من المستقبل اللي هيحصل بعدين، اللي هيحصل بكرة انا مش خايفة منه، ولا كمان حزينة على اللي فات والماضي واللي فاتني، مبقاش فارق. فتخيل بقى ان انت مش خايف ومش حزين، فدي حاجة جميلة جدا. لما تتخيل ان انت هتعيش اللحظة دي بس،
فانت عارف ان بكرة ده، عشان انت عارف ان بكرة ده بتاع ربنا، وعارف ومتأكد ان ربنا هيرزقك فيه وهيكرمك فيه، لان هو قادر على ده، وقادر على ان هو اي ابتلاء هو حطك فيه فهو قادر بكل سهولة جدا ان هو يشدك منه ويشيلك منه ويعديك بكل سهولة. هو قادر على ده، انت عندك التفكير ده، فبالتالي انت عايش اللحظة دي وبس، ومش خايف من بكرة ولا كمان زعلان على اللي فاتك. وبس كده حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد. باي باي.